السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض الجزء الثاني النهاردة من فيديو 2 أغسطس 2025. كنت اتكلمت في الجزء الأول عن سبيد ميديكال، بريميوم هيلث كير جروب، القبضة المصرية الكويتية، ونهر الخير، واتكلمت على مطاحن ومخابز اسكندرية. في الجزء الثاني إن شاء الله هنتكلم على بلتون، هنتكلم على بالم هيلز، مركز الطبي، بايونيرز باروبرتز، مطورون عرب. نبدأ ببالم. نبدأ ببالم. هو بالم هيلز كان عاطيني دبل توب في المنطقة دي كده، او انا معتبره دبل توب. قد يكون مشوه قمة اعلى من قمة، حاجة بسيطة. هنا القمة هنا هو 9 جنيه ونص، هنا 9.40، فرق 10 قروش. وهنا كسر خط العنق ده بالنسبة لي، فكان ليه هدف هنا عند 7 جنيه 70، 7 جنيه 70. آخر جلسة لف منها، قد تكون شمع خداع. هنشوف في الجلسة الجاية هل هيستقر فوق 8 جنيه 30، ولا هيعاود الهبوط وينزل تحت 8 جنيه. عموما هو بالنسبة لي عنده هدف عند 7.70، عند الهدف عند 7.70. ده بالنسبة لبالم هيلز. طيب بايونير بروبرتز، عندي خط ترند انا رسمه وارتد منه كذا مرة، وقلت عليه في الفيديو او اكتر من فيديو فات قبل كده. اخر جلسة هنا اشتغل تحت منه وقفل تحت منه. تأكيد السلبية ان هو يشتغل تحت خط الترند ده، ويشتغل تحت ال3 جنيه، او نقوله تحت ال3 تلاتات. تحت ال3 تلاتات ده تأكيد السلبية. طب رجع اشتغل فوق منها، هيبقى اشتغل فوق الخط ده، هيبقى اول مقاومة لينا هنا اهوت عند ال 3 جنيه 45، 3 جنيه 45. نشوف الجلسة الجاية ونحدثه الجلسة الجاية. هيبقى أول دعم لينا لو اشتغل، لو تحت الخط ده وأكد السلبية، يبقى أول دعم لينا هنا 3.25. أول مقاومة لينا هنا اهوت في ال3 جنيه، الشمعة دي اللي نزل منها 3.55. عندنا بقى هدفنا هنا اهوت، أول هدف هنا عند ال3.70، ثم التلاتة أو 3.75، من 3.70 ل3.75. ده بالنسبة لبايونير بروفيرتس. نشوف بلتون. بلتون القبضة، دعمنا هنا خط الترند ده عند ال2.90، دعمنا عند ال2.90، دعمنا 2.90. وهتبقى مقاومتنا هنا في ال3.40. هو قفل تحت ال3.40، هتبقى دي مقاومتنا 3.40، 3.40 و3.36. دعمنا هنا 2.90. هنشوف المطورون العرب. يبقى فيديو صغير الفيديو ده كده ان شاء الله. طيب المطورون العرب ماشي في قناة هابطة، قناة هابطة. الحد السفلي بتاعي هنا اهوت في ال 19 قرش. لو اشتغل تحت ال 19 قرش، هيبقى الدعم اللي بعد كده هنا عند ال 17 6، 17 6، 17 6. اول مقاومة لينا هنا في ال 21 3، 21 3، ثم ال 22 4. الماكد سلبي، الماكد سلبي. وعندنا هدف بعد كده عند ال 25 قرش. لكن في المجمل او على الوقت القصير السهم سلبي. وتأكيد التنفيذ تحت 19 9، تحت 19 9 هيبقى عندنا ال 17 هدف، 17 قرش هدف، 17 قرش هدف دعم، دعم، دعم وستوب لوس. نشوف المركز الطبي.
المركز الطبي أسهم مضاربة برضو. الفيديو ده يعتبر من الأسهم، الفيديو اللي فات برضو الجزء الأول للناس المضاربة، المضاربين بتوع السوق، لأن ده بيبقوا إيه، حاجات سريعة، يدخل ويخرج في أسرع وقت، بيدخل على الدعم ويبيع على المقاومة ويكون سريع. المستثمر بيبقى ليه شغل تاني خالص، بيدخل وينسى، بيدخل وينسى هو اشترى ايه، يفتكروا بعد سنة، يفتكروا بعد سنتين. اسمه مركز اسكندرية الطبي ولا اسمه ايه؟ مركز اسكندرية الطبي. مركز اسكندرية الطبي آخر شمعة سلبية، اللي هو بتاع 2760 كروس 2777. هيبقى أول دعم لينا هنا عند ال 26 جنيه، أو حوالين 26 جنيه. مقاومتنا حوالين ال 30 جنيه، مقاومتنا حوالين ال 30، اشتغل فوق ال 30 جنيه والثبات فوق منها. لنا أهداف حلوة كمان. عندنا أول هدف عندنا عند ال 35 جنيه. هنكتفي بالمجموعة دي من الأسهم. وأي حد يلاقي أي استفسار يا ريت تسيبوا لي في الكومنت. اتفضل ارتاح، هشوفه لك. هنتوقف عند مركز اسكندرية الطبي. أي حد ليه أي استفسار يا ريت تسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي. تحياتي لحضراتكم جميعا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.